فيه؟ ماشي ماشي كمل. يا عايش قصة حب ها من وراني يا سامي. شو الكلام؟ شو السوالف؟ شو الحركات؟ مش هيك ها شنو هاي؟ مين هاي؟ هلا هاي المطربة صح؟ لا ها شو اسمها؟ هاي صورة هاي اللي تشتغل في كنتاكي صح؟ ساعة مطلبة ساعة تشتغل بكذا. لا يا أخي من وين تعرفت عليها؟ على الانستغرام. الانستغرام. ايه كمل. صرنا نتواصل وحكينا مع بعض تليفون. ايه رقم وحكينا وتواصلنا. زين. طبعا انت تبعت لي صورتها واليوم بعثت لي صورتها بس ما شاء الله يعني بعرف هيدا الجمال اللي انا اصلا بحبه. وانت مصدق هاي صورتها؟ ايه طبعا يعني بالنهايه انت لما بتطلب من وحده تبعث لك صورتها او تبعث لك صورتها ليش تكون صورة حدا ثاني؟ زين كمل. وهي كانت قبل الزواج كانت تاخذ فلوس من صديقها وعلى اساس وعدت انه اول ما تتزوج وتشتغل بترد لهم الفلوس. زوجها طبعا منعها من الشغل فلا هي عم تقدر تحصل فلوس من الوظيفه لا تقدر ترد الدين ولا زوجها اصلا بيعطيها فلوس وهو بخيل كثير عليها. فهي على الان هلا بمحل انه صديقاتها عم يطلبوا منها ترد لهم المصاري وهي ما عارفه منهم تجيب الفلوس. فحرام انه مظلوم. مصدق هاي صورتها وقصتها تبي تتزوجها وعدتك بالزواج ها؟ شو عندك غاية تكذب اصلا يعني انه كل انسان ممكن يمرق بظروف ويصير عليه مشاكل يعني عادي جدا نحن كلياتنا مرقنا بهذه الظروف من زمان يمكن مش بنفس الطريقة بس باشياء مشابهة انه عادي اوقات الله بيبعث لك ناس لتساعد ناس وانا خلص يعني ناوي انا وياها بالحلال ان شاء الله. يعني ما لقيت غيرك قاعد يعني ما لقيت غيرك تكلمك وين اهلها وين رفيجاتها يعني ما لقيت غيرك انت؟ يعني اهلها قلت لك زوجها مانعهم يحكوا مع بعض. وشلون تكلمك انت؟ بدهم منا فلوس يعني حتيجي تقعد تقول لهم اعطوني فلوس اسدد لكم الديون اكيد لا. مش معنى تكلمك انت بس؟ سائل طلعت هيك يعني شو النصيب لما الله بيبعث النصيب فينا نسال ليش وكيف الله بيبعث نصيب هيك بتكون شخص باخر الدنيا بيسوق لعندك سائل انه مش الحال هيك بهالطريقه وتعرفنا على بعض وانا شايفها صراحه هيك الشخص قاعد والله انت مسكين وعلى نياتك يقصون عليك ينصبون عليك ياخذون فلوسك اخرتها ما تتزوجها. يا حسن كل مره بتقول لي نفس الكلام وكل مره بتحكي لي نفس الشيء يا اخي ما عندك انسانيه انت بنت مظلومه عم اقول لك وزوجها بيضربها. انت ايش تراك؟ انت بتقبل المراه تنضرب يعني وزوجها بهينه وما بيعطيها فلوس وعليها ديون انا خلص بدي اساعدها. ايه صح يصير خير. شوف انا بعرف وعدتك نحضر المباراه سوا. زين بس نص ساعه حنط على الاي تي ام هون بسحب لي فلوس بحولها يوم على السريع وبرجع لك. يصير خير اذا انت قاعد صح؟ قاعد يلا بتشوف. ادعي لي بتزوج ان شاء الله. يصير خير. سامي هلا حسن ايش فيك؟ زعلان؟ خير ان شاء الله. والله ما عندي مشكلة الحق ما اعرف. ها ايش سويت مع الحب؟ تزوجتها؟ مسخر علي. ها حولت لها الفلوس. ايه دقيت لها اعطيتها الرقم. زين بعد شكرا حبيبي يلا نص ساعة بسحبهم. اوكي بكلم صديقاتي بيجوا بياخذوا فلوسهم وبكلمك مطول. قلت لها اوكي ناطر هذا الحكي من 7 ساعات. من 7 ساعات انا عم جرب اتصل فيها خطها مسكر او مشغول. فتش عليها في الانستغرام ما عم بتبين. في الواتساب خطها ما مبين. ما بقى لها اثر ما بعرف اختفت. يعني اعطتك بلوك صح؟ يعني انا عم جرب اخذ الاحتمال المنيح انه يمكن يكون صار لها شيء او تكون بالمستشفى او صار لها شيء ازمه. يمكن تضرب بلوك. ايه بلوك. يعني يمكن انتحرت ولا صار لها حادث. لا خي مثل ما عم حقوا اياه نصابه شكلها. لا انت قايل مسكينه وفقيره وزوجها ظالم. وين هالكلام اللي قلته؟ حبيتها يا زلمه والله حبيتها. والله مسكين يعني قصت عليك صح؟ كم حولت لها؟ 6000 دولار.
$6000 يا ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. اي والله حسبي الله. ادعي ما قلت لك انتبه من هالاشكال؟ قايل لك هذول يقصون عليك، ينصبون على الناس قصص وهميه، انا مسكين، انا مسكينه، ما عندي شيء، انا فقيره. اصحى. اذا ما تخيلت تطلع هيك طيب. يبقى في جمعيات خيريه يقدمون طرف اذا محتاجين، مو باي واحد في مواقع التواصل يقول لك ساعدني ما عندي غيرك. تعرف حروح اشتكي. وين؟ قاعد وين تشتكي؟ وين؟ شرطه. الشرطه فيني اشتكي على الشرطه؟ ايش بتقول لهم؟ بتقول لهم انا حبيت واحده ساعدتها خانتني ما تزوجتني. ايش بتقول؟ بتقول هالكلام؟ تفضحنا. اذا اعطيتهم شويه معلومات ما بيقدروا يجيبوها يعني يحبسوها او يعملوا شيء. يابا القانون لا يحمي المغفلين، وانت مغفل. قصت عليك، خلاص راحت عليك، فلوسك راحت، طارت.